أهلا بكم في قناة مصر أرض الحضارة والتاريخ. دي فاترينة حضارة نقادة في متحف الحضارة. الفاترينا فيها مجموعة متميزة جدا من الأدوات الحجرية، زي الصليات اللي على شكل حيوانات وأسماك وأشكال كتيرة ومتنوعة. ده غير الفخار الملون المزخرف بأشكال هندسية ورسوم لحيوانات ومناظر الصيد. وكمان فيها مجموعة جميلة جدا من الأساور العادية اللي اتميزت بيها حضارة نقادة. حضارة نقادة قسمها العلماء لثلاث مراحل استمرت ل 800 سنة تقريبا. المرحلة الأولى واتسمت بعصر نقادة الأولى، والمرحلة دي اتميزت بتطور الصناعات زي صناعة الفخار اللي اتميز باللون الأحمر وعليه زخارف هندسية باللون الأبيض. وبعد كده زينوا الفخار بمناظر الصيد والقتال. واستمرت المرحلة دي 300 سنة تقريبا، في الفترة ما بين 3800 إلى 3500 قبل الميلاد. بعد كده جت مرحلة نقادة التانية، واللي استمر فيها تطور الصناعات وخصوصا الفخار اللي اختلف لونه عن فترة نقادة الأولى وأصبح باللون الأبيض، والرسومات بقت باللون الأحمر. وتنوعت الرسومات ما بين مناظر المراكب والطيور والهيئة الآدمية. وفي المرحلة دي بدأ استخدام النحاس، واستمرت حضارة نقادة التانية 300 سنة تقريبا، وده كان في الفترة ما بين 3500 إلى 3200 قبل الميلاد. بعد كده جت مرحلة نقادة التالتة، واللي زاد فيها استخدام صناعة الفخار والنحاس وبداية ظهور الكتابة الهيروغليفية. وظهر فيها تنوع كبير في أشكال التماثيل، وكمان ظهر فيها ملوك الأسرة صفر وبداية تكوين الدولة المصرية وبعض المحاولات لتوحيد القطرين. واستمرت المرحلة دي حوالي 150 سنة تقريبا، وده في الفترة ما بين 3200 إلى 3050 قبل الميلاد. وده كان ملخص بسيط لحضارة نقادة، أتمنى إنه يكون عجبكم.